طبعا في قعدات السفر اللي زي كده الواحد بيقعد يفكر، فجت فكرة في دماغي كده، مش عارف اخبارها هتكون ايه، ولكن انا عاملها حاجة كده لوجه الله يعني. عامة يعني مهم. آه لو حد عنده اي شغل او اي وظيفة، سواء كان في مطعم، سواء كان في اماكن حكومية، اماكن خاصة، انت نفسك عايز موظفين عندك في الشركة بتاعتك، فابعت لي التفاصيل بالكامل، ابعت لي التفاصيل بالكامل وانا هنزل عندي. ولو حد جه عايز يشتغل عندك، فانا تبرعا مني هعمل انترفيو للشخص ده واشوفه هل هو مناسب ليك ولا لا. فهتبعت لي مثلا انت ايه احتياجاتك في الشخص ده، وايه التفاصيل اللي انت عايزها علشان خاطر توظفه عندك، سواء كان ديليفري، سواء كان ايا كان الشغل اللي انت عايزه. بص، من الالف الى الياء، من كل الوظائف. ابعت وقول لي وانا هنزل عندي على الصفحه. كل مره حد هيبعت لي يقول لي في وظيفه الفلانيه، هنزل عندي في الصفحه. والناس اللي هتبعت تقول لي انا عايز اشتغل، انا عايز اشتغل، الناس اللي هتبعت لي هعمل معاها انترفيو، وهبدا ان انا اوجه الشخص المناسب للشركه دي او المؤسسه دي او المطعم ده او الصيدليه دي ايا كان. هبدا اوجه الشخص المناسب من وجهه نظري، ومن وجهه نظر الانترفيو اللي انا هبدا اعمله معاه. وبعد كده الشركة نفسها برضو تعمل معاه انترفيو تاني وتشوف هل هو مناسب ولا مش مناسب. بس اي حد عايز اي حد يشتغل معاه، ابعت لي الشغل، ابعت لي تفاصيله، ابعت لي كل التفاصيل عن الشغل ده، علشان خاطر لما اجي اتكلم معاه ابقى انا بتكلم بثقة. خلي بالك الموضوع دوت في وشي، فبعد اذنك لو انت واثق في الشغل اللي هتبعته لي، واثق الشغل ده من مين وجاي لمين، هستأذنك ابعته لي وما عنديش اي مشكلة. هعمل ده وهبدأ اوجه لك الشخص المناسب عشان يكون في المكان المناسب بناء على انترفيو. وانت كمان في شركتك ممكن تعمل معاه انترفيو مرة تانية، بحيث ان انت تشوف هل هو مناسب ولا لا. وبناء عليها نقدر نوفق شخص محتاج يشتغل لشخص محتاج موظف بالكفء ده. فربنا يقدرنا على فعل الخير، يقدرنا نعمل الحاجة المناسبة في المكان المناسب. شكرا. هشام مبارك.